السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله هنبدأ على طول من غير مقدمات في الأسعار. أسعار اليوم التلات 16/8/2023. هنتكلم في جميع الأسعار اليومية على القناة، فياريت تتابع الفيديو للنهاية عشان تعرف جميع الأسعار. هنبدأ بسوق الرز. طبعا هنتكلم في سوق الرز هنا عن أسعار الرز الشعير الجديد والقديم، وهنتكلم عن أسعار الرز الأبيض. يعني هنقول أسعار رز الشعير الجديد القديم والجديد، الرفيع فقط، لأن التنفيذ في الرفيع بس، يعني الرفيع بس هو اللي اتشال النهاردة من على المفرش. فهنبدأ على طول الأسعار مع بعض. في تحسن في سوق الرز وارتفاع في الأسعار، ارتفاع ملحوظ. طبعا الارتفاع اللي موجود في السوق دلوقتي، وإن كان الارتفاع بسيط أو الناس شايفاه بسيط، بس ده حاجة كويسة للسوق. عشان طبعا حضراتكم عارفين إن احنا دلوقتي يعني على أبواب موسم جديد في الرز. فكل ارتفاع في السوق أو تحسن في السوق، وإن كان التحسن بسيط، فده يعتبر مكسب كويس. ليه؟ لأن التحسن والارتفاع البسيط أحسن من النزول. ده طبعا الناس اللي شغالة في الرز فاهمين الكلام ده اللي أنا بقوله كويس. بالنسبة للأسعار، هنبدأ الأسعار مع بعض على طول. أسعار الرز الأبيض الرفيع أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس، أعلى بضاعة في السوق، اللي هي القصد من هنا إن هي البضاعة البلد الصافي غير مخلوطة بمستورد أو رز جديد. البضاعة يعني العالية، زيت وبخار وسولوتكس، ب 18800 من أرض المضرب. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض، الأبيض العريض على جودة، زيت وبخار وسولوتكس، بضاعة كسر من 8 ل10%، أعلى بضاعة في السوق ب20,600 من أرض المضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض على أول اليوم. بالنسبة لأسعار الشعير القديم، الشعير القديم الرفيع وصل للمضرب اليوم من 12,500 إلى 12,700. أسعار التنفيذ من على أرضه في الشعير القديم الرفيع من 12,400 إلى 12,300. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير. وزي ما قلت لحضراتكم أو من فيديو أول امبارح، إن السوق كان فيه تحسن على أول اليوم واستمر التحسن. والسوق البضاعة القديمة عموما يعني يعتبر بخفت في السوق. يعني ما عادش بيبقى برضه، مهما كان ما عادش العرض زي الأول. يعني يعتبر السوق دلوقتي فاضي للرز الشعير الجديد. إلا بقى يعني في استثناءات في السوق. استثناءات دي ناس لسه عندها محتفظة بالرز الشعير القديم، إنما العرض اللي في السوق اللي يعتبر العرض خف عن الأول. ده بالنسبة للشعير العريض، وصل للمضرب من 13,500 ل 13,700. التنفيذ من 13,300 إلى 13,400. وفي ناس نفذت في الشعير العريض ب 13,500 من على أرضه. ده الأسعار من على أرضه. ده بالنسبة لأسعار الشعير القديم والأبيض. بالنسبة لأسعار الرز الشعير الجديد، تنفيذ نقلة واحدة اتنفذ فيها ب12,000 من على أرضه. طبعا ده كلها مش مقاييس عن أسعار الرز الجديد، يعني عشان الناس برضو ما تاخدش ده مقياس للرز الجديد. الله اعلم، لسه ممكن الاسعار تزيد او تقل عن كده لما يبدأ الموسم الفعلي. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده من 3 شهور وانا بقول الكلام ده، ان الموسم الفعلي بيبدأ في اول 9، والبشاير بتبدأ من 15/8. ورز بيبدأ بقى يدخل الرز المضارب الجديد، يبدأ يدخل في الضرب في التبييض من أول 15/9 وانت طالع لحد 1/10 كده تقريبا. فلسه برضو العمل مش باين قد كده. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير الجديد والقديم. بالنسبة لأسعار الذرة، الذرة البرازيلي المستورد صب أرضه في المينا. طبعا كانت الأسعار نزلت ل 12,800
و12500 ورجعت رفعت بقت ب13 و200. بالنسبة للذرة الأرجنتيني صب أرضه في المينا نفس أسعار الرز الذرة البرازيلي. الأوكراني ب11500، ارتفاع في حدود 400 جنيه، كان ب11 و100. بقت أسعار الذرة الأوكراني بقى والروماني والأمريكي والصربي والبلغاري ب11500 من صب أرضه في المينا. صب أرضه يعني بضاعة بتاخدها سايبة. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي، تنفيذ الذرة المحلي الأبيض من 11200 إلى 11500 تنفيذ لدى التجار اليوم. والأصفر ب12 إلى 12200 الذرة الأصفر المحلي. ده بالنسبة لأسعار الذرة الحب أو الفارط. بالنسبة لأسعار الأردب، الأردب ب220 كيلو اللي هو طالع من الغلاف بتاعه، يعني الأردب في الأصفر من 1300 إلى 1350 أو إلى 1400، وفي الأردب الأبيض من 1300 إلى 1350. ده بالنسبة لأسعار، بيفرق الأردب الأبيض عن الأصفر في حدود 50 جنيه. ده أسعار الأردب الذرة اللي لسه طالع من الكيزان بتاعته. الأردب وزنه كام؟ وزنه 220 كيلو. ده بالنسبة لأسعار الذرة. بالنسبة لأسعار الصويا، في ارتفاع 500 جنيه في أسعار الصويا عن أسعار أول امبارح. الصويا ال44 ب25500، والصويا 46 ب27000 صب برضه في المين. بالنسبة لأسعار الفاصوليا، الفاصوليا البضايع العالية من 45 إلى 46، وفي طلب وعرض قليل. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، في طلب برضو على الفول البلدي الرفيع تلاجات. البضايع العالية من 4900 إلى 5100، البضايع العالية أعلى بضاعة. بالنسبة لأن في الفول البضاعة بتفرق، يعني البضايع العالية عن البضايع الواطية ممكن تفرق في فرق كبير، فعشان تبقى واخدين بالكم. الأرداب بوزنه 155 كيلو خام، والفول العريض من 4600 ل 4800، برضو الأرداب بوزنه 155 كيلو خام. وزي ما قلت لحضراتكم البضايع العالية بتفرق في الأسعار كتير عن البضايع القليلة. بالنسبة لأسعار البرسيم من 6200 إلى 6400 تنفيذ اليوم. البرسيم الأصفر. أسعار القطن، في ارتفاع في حدود 100 جنيه في أسعار القطن من 6600 إلى 6700 من على أرضه للإمطار 157 كيلو ونص بدون تنزيل عيار، الوزن قائم. ده بالنسبة لأسعار القطن. وكده يكون عرضنا مع بعض جميع الأسعار اليومية على القناة. يا ريت لو انت مهتم او اول مرة تشوف القناة تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك جديد. اشتراك وتفعل الجرس، بمجرد ما بنزل الفيديو بيوصلك اشعار على الموبايل ان الفيديو نزل، فتقدر تشوفه وتستفاد بالاسعار. ده بالنسبة لأسعار اليوم. بالنسبة لأسعار القمح عشان كنا نسيناها، ب11000 إلى 11500 للطن. وبكده يكون عرضنا جميع الأسعار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.